السلام عليكم، تحياتي للجميع، حياكم الله أينما كنتم. وصفتنا اليوم هي هريسة نبكية. حياكم الله جميعا. بيجي عن مكونات للهريسة النبكية. أنا راح أعمل صينية 30 سم. بيلزمني 400 غرام سميد وسط، 200 غرام سكر، كاسة مي تقريبا 200 ملي بين الزود والنقص، ربع كوب قطر تقيل يكون، وربع معلقة كربونة، وفستق حلبي للزينة، وطحينة مشان إدهان أسفل الصينية. بيجي للتطبيق 400 غرام سميد، 200 غرام سكر، ربع معلقة من الكربونة. هلا بروس الأصابع بنخلطهم، وبضيف لهم الربع كوب القطر. كمان بروس أصابعنا هيك بالشكل، يعني نعجن العجن بروس الأصابع. ومثل ما حكينا 200 ملي مي بين الزود والنقص. وهلا بعد ما صار بالشكل هاي نضيف لهم المي. بسم الله. اللي بقول لك لبن واللي بقول لك غير لبن، نحن ما بدنا نعمل رز بحليب. جربوا على هالطريقة هاي وادعوا لي. لوصل لهاي المرحلة بالخليط هيك بالشكل هذا. هلا بدهن الصينية طحينة وفضيهم فوقها وبعيفها 8 ساعات. وتقريبا باسفل الصينية مقدار معلقة طحينة، وبوزعهم هيك بالشكل. بحاول كمان ادهن الطرف حرف الصينية. وهلا بنحط الخليط فوقهم وبعيفها من ساعات. بغطيها بنايله و8 ساعات بخليها هيك على حالي. ولتحضير القطر كاستين سكر، كاستين مي، مع عصرة ليمون، مع عصرة ليمون، ومعلقة سمنة بلدي. ومن بعد ما ريحتها 8 ساعات، وطبعا كنت مغطيها بالنايلو، هلا راح احط لها الفستق الحلبي، وبكون محمل الفرن قبل بوقت على درجة حرارة 200. بسم الله. بالشكل هذا. وبعدين منا على الفرن مثل ما قلت لكم، محمل فرن تحت درجة حرارة 200، وبس يعطيني على الأطراف اللون الذهبي برفعها لفوق. ومن بعد ما طلعتها من الفرن، وسر نجاح الهريسة النبكية إن هي سخنة، والقطر إنه يكون سخن مباشرة، نضيف القطر فوقها. وبدك تعرفها إنه نجحت معك الهريسة النبكية، القطر لازم يغب. وهلا
من بعد ما أضيف لها القطر بريحها لتبرد. ومن بعد ما ضفت لها القطر استنى عليها لتبرد تقريبا مدة ساعة زمان وبتتقطع، وهيك الشكل النهائي. وبتمنى انه تجربوها، ولا تنسونا بالاشتراك بالقناة وتحطوا لنا لايك وتفعلوا زر الجرس. وحياكم الله، بشوفكم في فيديو جديد.